لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نتحدث اليوم عن كيفية مس الجان للإنسان وما الوقاية من ذلك. نشرح أسباب المس هذا وأنواع هذا المس وأعراض هذا المس، ويكون لنا وقفة أيضا للعلاج من المس الشيطاني. أما بالنسبة أنواع المس الشيطاني، قد يظهر المس الشيطاني على المصاب به في شكل نوبات قصيرة من الدوار وفقدان الشعور، يعني يحس بدوران في الرأس واضطراب تعابير الوجه، وقد تمر سريعا جدا دون أن يلاحظها أحد ممن حول المصاب. هذا شكل من الأشكال. وقد يتشنج عضو من أعضاء الجسم كالذراع أو الرجل. لا يفقد المصاب شعوره، إلا أنه يفقد قدرته على التحكم في هذا العضو، يعني يفقد السيطرة على اليد الذي يكون العارض موجود فيه. قد يكون الجني موجود في اليد فيسبب بعدم مقدرة المريض أو المصاب بالمس السيطرة على اليد أو الذراع أو أي مكان آخر. وقد يتشنج الجسم كله ويتخشب ويكون المصاب في حالة لا شعورية، أو يمشي دون إدراك ويتكلم كلام غير مفهوم، غير منسق، ويجيب إجابات مضطربة تستمر إلى دقائق أو تطول إلى حتى ساعات. إجابات يتكلم يتكلم يتكلم، هذا فيه مس شيطاني. يعني نجمل ذلك فنقول المس الشيطاني 4 أنواع. ما هي المس الشيطاني؟ 4 أنواع، وهم: مس كلي، اقتران كامل يمس الجسد كله، وهذا تراه المجنون الكامل الذي يمشي في الطرقات والشوارع، أحيانا يمشي من غير ملابس، هذا مس كلي داخل فيه شيطان متلبس فيه وجالس فيه. مس جزئي يمس عضو واحد من الجسم كالذراع، الرجل، اللسان، العين، ترى حركات غير طبيعية أو عدم القدرة على استعمال هذا العضو، سواء كان الذراع أو اللسان أو العين. مس دائم يستمر الجن في جسد الإنسي لمدة طويلة، يبقى الجني في جسد الإنسي لمدة طويلة. مس طائف لا يستغرق إلا لحظات قليلة. مس طائف، قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن ممكن أن يمس مس طائف الجني الإنسي.